السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فانزاتي الجمال حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. عملنا بقى بسكوت العيد مقرمش. هجاوب على كل الأسرار وكل التكات وكل الأسئلة اللي انتم ممكن تيجي في بالكم أو ما تجيش في بالكم. هجاوبكم عليها. ازاي نعمل بسكوت ناشف ومقرمش ويفضل معاكي مقرمش لحد آخر واحدة، وازاي تعملي بسكوت الحلواني في البيت والنشوفية بتاعته والخرفشة بتاعته واللون الذهبي اللي كله زي بعضه. طعم بسكوت اللي طعمه شاي، تحسي ان انت بتاكلي كده بسكوت شاي. هقول لكم على كل حاجة. يلا بقى بينا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله. ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو من الزبدة. انا هعمل هنا 2 كيلو بسكوت. كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. هنزل عليهم بكيلو الا ربع من السكر الناعم. عايزة سكر بودرة مفيش مشكلة، عايزة سكر ناعم خالص تمام. نزلنا بقى ب100 جرام من السمسم على السمنة والسكر بعد ما لونها بقى كريمي كده وفاتح. هننزل بقى بأول كيلو من الدقيق مع ذرة ملح. انا استخدمت دقيق اكياس. وهنزل برضو بالكيلو التاني لحد ما يختفي خالص. هنزل بقى بالمكون السري بتاع الحلواني اللي بيحطه عشان يبقى البسكوت طعمه حلو قوي ومقرمش. لكل كيلو من البسكوت كيس من الكاستر. والبسكوت ده بسكوت اسمه بسكوت البيكنج باودر. لكل كيلو كيس بيكنج باودر وكيس كاستر، تمام كده. والكاستر بيخلي طعمه حلو قوي قوي قوي، بيخلي طعمه ناشف ومقرمش زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. هبدأ بقى افك كل التكتلات اللي السمنة عاملاها في الدقيق، واخليه كده مفلفل كده وبسسه كويس قوي. هنزل عليه تذكرة من الفانيليا، ورقتين كده فانيليا. لو مش عايزه تحطيهم عادي، بس انا بحطهم عشان اعزز طعم الفانيليا في البسكوت. هبدأ بقى افك التكتلات علشان يبقى ناعم. كل ما تبسسي البسكوت قبل ما تحطي عليه اي مواد سايله، كل ما تبسسيه كده في السمنه بالسمنه بتاعته بيبقى حلو وناجح معاكي. بعدين بقى لما تحطي عليه المواد السايله، عايزه تحطي ميه تمام، عايزه تحطي فانتا برضو تمام. يعني البسكوت اللي انا عاملاه ده ممكن يتعجن بميه او بفانتا. فانتا دي اللي هو برتقان، يعني حاجه ساقعه برتقان. كده انا خلاص، هو كده بقى تمام. هبدأ بقى انزل بقى الفانتا بتاعتي. انا هعجنه بفانتا، لو انت عايزه تحطي زي ما انا قلت لك ميه برضه هيبقى حلو معاكي. اهم حاجه التبسيسه بتاعت البسكوت في الاول. اما تحطي له بقى الفانتا هيتعجن يعني هما دقيقتين. مش عجين عجين، يعني زي ما انت بتدخلي كده المكونات كده في بعض. مش بيتعجن عجين، بيتعجن كده بندخل المكونات في بعض. زي ما انتوا شايفين انا بعمل كده، بجيب من فوق لتحت وخلاص على كده. علشان خاطر البسكوت ما يطراش معاكي، ما تخليش البسكوت يطرى معاكي. خلي عجينته في ايديكي تبقى مفروله. عارفين يعني ايه مفروله؟ يعني سايبه من بعضها كده، زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. هي دي عجينه البسكوت الناجحه. كل ما تبقى مفروله معاكي، كل ما يطلع طعمه حلو ومقرمش وناجح. كده انا خلاص ببدأ الم بقى العجينه بتاعتي واسيبها بقى عشان خاطر ايه؟ ترتاح. كده انا خلاص كده بلم فيها. بصوا البسكوت مفرول خالص ازاي. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى تنزلوا تعملوا لايك حلو وتعليق من القلب للقلب. بصوا هوريكم بقى العجينة. كده احنا سيبناها ارتاحت شوية. هنغطيها كده بالورقة بتاعت الزبدة بدل من الكيس يعني. بصوا بقى سيبناها بقى ارتاحت عبال ما ركبنا المكنة. يا رب ربنا يفرحكم بحبايبكم. ولادي كانوا قاعدين جنبي. بصوا البسكوت نزل من المكنة حلو ازاي ومخرفش من هو لسه عجين. يعني مش عايزه اقول لكم واخد الرسمه. احنا كنا بنعمله في فرن الغاز. لو عايزه تعمليه في فرن البوتاجاز عادي جدا، بس اهم حاجه خلي درجه حراره البوتاجاز 180، متخليهاش عاليه قوي.
هبدأ بقى ابص لاختي كده في الصواني، وعيالي ربنا يبارك فيهم يا رب كانوا بيلفوا لي المكنه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يفرحكم بحبايبكم. طبعا اي بسكوته بتطلع معاكي طويله بنشيل كل الحاجات دي ونشيل كل الزيادات، عايزين البسكوت بتاعنا كله يطلع بقى حلو كده وجميل وكله قد بعضه ويطلع ذهبي. وهو ما شاء الله عجينته كانت جميله خالص خالص ومتماسكه وحلوه، وكان طالع من المكنه ما شاء الله بسمته حلوه قوي. طبعا الفيديو ده كان المفروض ينزل لكم من 4 ايام او 5 ايام، كمان من 5 ايام، بس للأسف انا كنت تعبانة شوية، عشان كده معرفتش انزله لكم. بعتذر ان هو نزل متأخر، بس طبعا ان شاء الله تتفرجوا على الفيديو وهيعجبكم. واللي لسه ما عملش البسكوت يقدر يتفرج على الفيديو ويسألني اي اسئلة وانا هرد على اسئلتكم، بس انا جاوبت على كل الاسئلة. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انا بعتذر مرة تانية على ان الفيديو نزل متأخر، بس بجد هتنبسطوا من الفيديو. وجربوا الوصفة حتى لو في كيلو صغير، لو عملته ممكن تجربوها لو عملتوا كمية حتى صغيرة، بجد الوصفة دي هتعجبكم. يلا بقى ما ننساش اخواتنا، ندعي لهم، اخواتنا في غزة ندعي لهم يا رب ان ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يفرحكم دايما بحبايبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة. بصوا احنا كده بقى خلصنا كل الكمية بتاعة البسكوت ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا كان بقى طلع ما شاء الله حلو قوي ولونه ذهبي ومقرمش خالص زي ما انتوا شايفين. يا رب بقى تكون الوصفة عجبتكم، والبسكوت اللي انا عملته يكون عجبكم في الشكل بتاعه، واكون بفيدكم لو بفكرة صغيرة. ما تنسوش بقى تجربوا البسكوت بالكاستر، هيعجبكم قوي. بصوا البسكوت مفرغ خالص خالص ازاي، مفرغ وحلو وناشف ومقرمش، وهيفضل مقرمش معاكي لحد اخر واحدة، وطعمه هيبقى مختلف خالص. انا بس لو الولاد ما كانتش عامله دوشه جنبي انا كنت سمعتكم القرمشه بتاعه البسكوت، قرمشته ما تتوصفش وهو باين على شكله. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. فيديو جديد من مطبخ ياسمين، دمتم في حفظ الله. باي باي. وصفة جديدة ما تنسوش بقى ان شاء الله بإذن الله. عندي عزومة يوم الوقفة هعمل فيها وصفة حلوة قوي، ما تنسوش تتابعوني تتفرجوا على الفيديو، هتستفادوا بجد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. رمضان خلص بسرعة، لو انتوا لسه معايا انتوا احسن ناس. باي باي.